ازيكم شباب، ازيكم بنات، ازيكم اصحابي، حبايبي، اخواتي، عاملين ايه؟ اولا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ثانيا كل سنه وانتم طيبين. بكره ان شاء الله باذن الله العيد الاضحى المبارك، يا رب يعم علينا وعليكم مليون والبركات. ان شاء الله باذن الله ممكن اخد اجازه يومين ثلاثه كده بالكتير ان شاء الله، وارجع في العيد برضه. يعني ما فيش مشاهدات عاليه قوي يعني، فما يعني ما فيش فرق يعني، بس باذن الله انا مكمل يعني ان شاء الله. زي ما شفتوا من العنوان، هيبقى اول فيديو اعمله عن حقائق او معلومات اول مره اعرفها عن تونس من الناس اللي بيتفرجوا عليا. كتب لي في التعليقات الفيديو اللي فات او اللي قبليه تقريبا اعمل عن اغرب المعلومات عن تونس الصراحه، وانا كنت مستني تونس زمان. كنت زمان بالمحتوى القديم ده، او اما كنت بعمل رد فعل على اغاني الراب وكده وبتاع. كان تونس طبعا واخده نسبه كبيره من اغاني الراب وبتاع، وانا اوقف واحلل الاغنيه لان الراب يعتبر بيعتمد على الكلام والسجع والشعر وقصف جبهات ومش عارف ايه، فانت لازم ايه تحلل وبتاع يعني. قال يعني ايه كنت الا اللي كنت بفهمه يعني. فنرجع بعد فتره طويله يعني نعمل على، كنت بعمل مقارنات طبعا مع تونس، بس ده يعتبر اول فيديو عن تونس، بس 23 معلومه لن تسمع بها من قبل، حقائق ستصدمك عن تونس. هنشوف، وانا اعتقد مثلا ممكن نص ونص، نص انا ممكن ابقى عارفه ونص ما بقاش عارفه، مش عارف تلتين، ممكن كله ما بقاش عارفه ما اعرفش. فنشوف مع بعض. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا رايكم في التعليقات. همس عليكم. ما لا تعرفه عن بلد تونس الساحر. حقائق ستصدمك عن هذا البلد. إليك حقائق حول بلد تونس. العلم التونسي يشبه إلى حد كبير العلم العثماني، وقد أمر حسين باي الثاني بتنفيذه سنة 1827. أكبر غابة على فكره قريب من العلم الجزائري برضو، الهلال وجواه النجمه، فبلاد كتير عامله نفس زي علم مصر ويمن وسوريا وعراق، كلها تقريبا نفس الالوان، ما عدا مصر فيها نسر، يمن ما فيهاش حاجه، سوريا فيها نجمتين، العراق فيها مكتوب فيها الله اكبر من النص يعني. ففي حتى بلاد اوروبيه كله فيها علامات متشابهه كتير. زيتون في العالم تتواجد بمدينة صفاقس بتونس، حيث تحتوي هذه المدينة على أكثر من 10 ملايين شجرة زيتون. 10 ملايين شجرة ما شاء الله. وتخصص تونس أكثر من 30% من أراضيها الزراعية لزراعة الزيتون، بل هناك من ينعتها ببلد الزيتون نسبة لصادراتها الفلاحية بهذه الزراعة. وبرضه متسمية تونس الخضراء بالنسبة للحشائش الكبيرة والزرع الكتير والمنظر الجميل اللي عندها برضه. تمثل هذه الأخيرة 15% من المنتوج الفلاحي للبلاد، كما تمثل 50% من الصادرات الفلاحية لدولة تونس. 50%؟ ده بص ما شاء الله يعني. يتحدث التونسيون اللهجة التونسية، وهي لهجة بمفردات عربية، لكنها تحتوي العديد من الكلمات الفرنسية وبعض الكلمات التركية والإيطالية. كله كده يعني، برضه تونس أو مغرب أو الجزائر، وحتى عندنا بس عندنا قليل قوي عربي، 98% من الكلام عربي وبعض الكلمات الإنجليزي بس. تبعد العاصمة التونسية ساعتين بالطائرة عن العاصمتين الفرنسية والإنجليزية، و50 دقيقة عن العاصمة الإيطالية. عادي يا باشا يعني. برضه مش عارف ليه انت استهدفت البلاد الاوروبيه، اشمعنى يعني؟ ما في بلاد عربيه بتبعد عن مصر قد ايه، عن الجزائر، عن المغرب قد ايه، ما ليه يا صاحبي كده؟ عادي يعني، كلنا واحد. ثاني أكبر متحف على مستوى العالم هو متحف باردو في تونس، حيث يحتوي على لوحات فسيفساء وآثار رومانية ومقتنيات لا تقدر بثمن. العالم والمخترع التونسي محمد الأوسط العياري، وهو أحد أهم علماء وكالة نازا. تعتبر زيتونة العكاريت في ولاية سطاوين أكبر وأقدم شجرة زيتون في منطقة حوض البحر المتوسط، وثاني أقدم شجرة زيتون في العالم بعمر يتجاوز 900 عام، وتنتج أكثر من 1500 لتر من زيت الزيتون. وإن شجرة الولجة في فلسطين هي أقدم شجرة زيتون في العالم، ويقدر عمرها بأكثر من 5000 سنة. تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تسمح بالزواج من غير مسلم، وبذلك تكون الدولة الأولى التي تطبق فعلا القانون العلماني، والتي تفصل الدين عن الدولة بشكل كبير وكلي. طبعا دي حاجة يعني، الزواج غير مسلم، الذكر المسلم يقدر يتجوز الأنثى الغير مسلمة، إنما العكس ده طبعا حرام يعني. تونس هي أكبر بلد وأشهر دولة عربية من حيث المؤشر الديمقراطي، حيث أن المتواجدين بها يرونها كدولة أوروبية واقعة في إفريقيا بسبب احترام القانون والديمقراطية السائدة بها. كويس. تونس هي أول دولة تستخدم الإنترنت في العالم العربي، وذلك عام 1991. 1191 يا قبل ما اتولد. ما يجهله التونسيين عامة هو النشيد الوطني وأصله،
فالنشيد الوطني التونسي كاتبه كان شاعراً على غير الدول الأخرى التي تختار نشيدها بإجماع مئات الكتاب والفنانين والمدراء. فكلمات النشيد التونسي من كتابة الشاعر الكبير مصطفى صادق الرافعي. احلى مسا عليكم يا جماعه. على فكره مصر عامه مساهمه في انشطه وطنيه كتير قوي في الوطن العربي على فكره، من لحن او كتابه. فطبعا ربنا يرحمه مصطفى صادق الرفاعي، وان شاء الله حاجه جميله يعني. حول الرئيس التونسي السابق كمل. حبيب بورقيبة جمع دولتي تونس وليبيا ضمن دولة واحدة، جمهورية واحد تخضع لقانون موحد. أول طبيبة بالمغرب الأقصى والمغرب العربي من أصل تونسي، واسمها توحيدة بن الشيخ. يوجد بتونس حوالي 60 جزيرة. تونس لديها ثاني أكبر مسرح في العالم وهو مسرح جيم، والذي تأسس على يد القائد الروماني غوردن الثاني. والله يا جماعه ما شاء الله في حاجات اول مره اعرفها. ما شاء الله تونس فيها يعني حاجات تاريخيه واثريه كتيره، كذا حاجه يعني. المسرح ده، وفي معبد تاني اكبر معبد في العالم اعتقد بعد معبد الكرنك في الاقصر. طبعا في اثار وفي تاريخ، بس ما كنتش اتوقع الصراحه يعني بالكبر ده الصراحه. فما شاء الله يعني اثار قويه ما شاء الله. وهو مسرح تأسس ليكون حلبا لقتالات الموت، حيث هذا النوع من القتالات كان يشتهر به العصر الروماني، وحيث كان مكان ليلقي به آلاف العبيد والمجرمين حتفهم على أيدي بعضهم البعض، أو بين مخالب الوحوش كالأسود والنمور وغيرها. يعد تونس فرصة المهاجرين السريين الواردين من إفريقيا والمتوجهين إلى إيطاليا. طبعا انا اعرف ان في افارقه كتير قوي اخر فتره دخلوا تونس، وزي بيحضروا الهجره لاوروبا، او هم عايزين يقعدوا في تونس. مش عارف اخوات تونس يا جماعه قالوا تحت التلقات الهجره، والناس كتير الافارقه اللي جت تونس دي، هل مثلا جايين يهاجروا لتونس ذات نفسها ولا يروحوا اوروبا؟ وليه هاجروا؟ اعتقد هاجروا عشان الظروف الاقتصاديه يعني باينه، بس هل هيقعدوا في تونس ولا يعني زي ترانزيت كده عشان يروحوا لاوروبا؟ حيث ان تونس تحتل المرتبه الاولى كاقرب بلد لاوروبا، وهو بلد ايطاليا. تونس هو أول بلد عربي ومنتخب عربي يحقق الفوز في مباراة بنهائيات كأس العالم. أكبر قرية للتماسيح بالعالم العربي تقع في مدينة جربة التونسية بأكثر من 1000 تمساح، وهو ما يفوق استيعاب القرية، مما اضطر المشرفين لبيع العديد منها لحدائق الحيوانات كتير أوي الصراحة يعني 1000 تمساح حول العالم. فتيات ونساء تونس هن الأجمل في العالم العربي، وهذا بحسب موقع رانكر العالمي. أطول مغارة في العالم العربي والثانية على مستوى العالم هي مغارة عين الذهب الواقعة في جبل السرج من ولاية سليانا. سطاوين هانيباليس واحد من أندر أنواع آثاره في جبل سطاوين، يعود تاريخه إلى ما يزيد عن 150 مليون سنة. حفريات دي يا جماعه ما شاء الله، برضو معلومه جديده الصراحه اول مره اعرفها. انا قلت لكم ما شاء الله يعني مصدوم بالاثار الكثيره ما شاء الله الموجوده في تونس يعني ما شاء الله. تونس تملك مخدودة نادرة للتوراة تعود للقرن الخامس عشر ميلادي، وتعتبر أحد الكنوز التي لا تقدر بثمن. إلى هنا نكون قدمنا لكم معلومات ثقيلة فكريا وخفيفة لغويا من موقعكم لكم يا شباب يا بنات يا جماعه، اتفاجئت بكذا معلومه زي الاثار والحفريات. صار من حيث المعبد او من حيث المسرح ما شاء الله، وحوار الثروات الزراعيه زي الزيتون ما شاء الله، يعني بلد الزيتون ما شاء الله. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ردة فعل عجبتكم. لو عايزين جزء تاني في برضه معلومات تانية على فكره، وفي فيديوهات تانية لو عايزين جزء تاني قولوا تحت برضه في التعليقات. وبس كده اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا رايكم في التعليقات تحت. همس عليكم، سلام. With